بسم الله الرحمن الرحيم. هنرسم رسمة السكشن التانية دي. هنرسمها بمعلومية الليفت هاند سايد فيو، وهناخد في الاعتبار ان احنا هنبص على ده هو الاليفيشن. فلو بصينا على ده الاليفيشن هنشوف الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده حرف. هنشوف حرف ال ده اللي هو المستطيل ده، او حرف ال ده لو بصينا من الناحية دي كده، وهنشوف المثلث ده، وهنشوف مستطيل فوق حرف ال كده اهو، المستطيل بتاع الدايرة دي، وهنشوف كمان الداش لاين بتاع الدايرة دي، وهنشوف كمان لا ما هيكونش فيه داش لاينز هنا تانية، فهنكتفي بالإليفيشن بالداش لاين بتاع الدايرة الصغيرة بس. اما الداش لاينز التانية هتبان معايا في السايد فيو، وهتبان معايا كمان في الاليفيشن في البلان فيو. طيب هنعمل ايه؟ اول حاجة هناخد اقصى ارتفاع واقصى بعد معايا على اليمين زي ما حضراتكم شايفين هنا اهو. معايا اقصى ارتفاع على الاكس كده 43 زائد ال40 بيديني كام؟ 83. يعني المفروض نمشي من النقطة دي 8 سنتي و3 ملي من عند الخمسة هنا اهو. 8 سنتي، 1 2 3 4 5 6 7 8 والتلاتة ملي اللي هي هنا بالظبط كده. هيمثل لي ايه؟ هيمثل لي ال43 دي بلس ال40 اللي تحت دي. طيب هنرسم الشكل بتاعنا ازاي؟ هنرسم الشكل بتاعنا ممكن نرسم الشكل من فوق كده، وبعد كده اخد الضلع اللي تحت ده، وبعدين انزل تحت مسافة معينة هنشوفها، وبعد كده اطلع المسافة اللي هي 43. طيب علشان ابدأ ارسم من فوق هطلع مسافة 66، وهنزل من ال66 دي 8، وهبدأ ارسم الضلع اللي انا عايز ارسمه ده. طيب ال66 دي ناقص ال8 هتطلع لي بكام؟ ب58. يبقى أنا المفروض أطلع لفوق مسافة 58، وأبدأ أرسم الخط اللي تحت ده أو حرف ال اللي تحت، وبعد كده أطلع مسافة فوقيها 8 ملي أرسم خط إيه؟ أفقي تاني لفوق، وبعد كده خط رأسي، وبعد كده أمشي كده زي ما هنشوف دلوقتي. احنا حددنا النقطة دي اللي هي 83. بعد كده هناخد 58 اللي هي 66 ناقص 8 تديني 58. هنقسها على الرأس هنا 58، يعني 1 2 3 4 5، والتمانية يعني بالظبط هنا اهو. من عند النقطة دي أبدأ قياس أفقي مسافة قدرها 40، وبعد كده أنزل تحت لحد ما أوصل للمحور بتاعنا، وهتلاقي نفسي أنا وصلت خلاص المسافة من هنا لغاية النقطة دي اللي احنا واخدينها أصلا 43. فهنشوف الكلام ده بالظبط كده اهو. هناخد خط كده خفيف، والخط ده أقيس عليه المسافة اللي هي 40 دي. هنبدأ القياس من الاتنين هنا، يبقى 1 2 3 4، يعني عند الستة نظبط بس السنتر ده، نسنتر الاتنين دي على الخط بالظبط. 1 2 3 4 يعني هنا، وبعدين من النقطة دي أنزل عمودي بالمثلث كده اهو، وأمسح الزيادة اللي هي ورا دي، وممكن أخلي الجزء ده برضه solid line كده، النقطة دي solid line لحد هنا، ودايركتلي كده أنا هلقى المسافة من هنا لحد الآخر بكام؟ 43. نقيسها نتأكد، 1 2 3 4 والتلاتة ملي هنا اهو. وبعد كده نطلع 8 ملي من النقطة أو من الخط اللي هو فوق ده، براحتكم عايزين نبدأ من هنا أو من فوق براحتكم برضو. ناخد 3 ملي 8 ملي اللي هو السمك اللي حضراتكم شايفينه ده، ال8 ملي ده
هو ثابت معانا هنا، هو ثابت معانا هنا 8 مللي. 8 مللي يعني من هنا 1 2 يعني هنا اهو، واخد 8 مللي برضو كده في الجهة دي يعني هنا اهو، واخد 8 مللي من تحت هنا لفوق يعني هنا، وبعدين أبدأ أمشي أفقي ورأسي لحد ما نتقاطع مع الخطوط اللي همشيها، خطوط ايه خفيفة خالص. أجي من النقطة 8 مللي دي أطلع بيها من أول خط لفوق بخط خفيف برضو، ومن النقطة اللي فوق 8 مللي دي نعمل خط خفيف برضو من أول المحور لحد هنا. طبعا احنا هنا مخدناهاش كويس، خلي المسطرة من فوق أحسن علشان نشوف كويس. يبقى 8 مللي كانت هنا، أجي أخد الخط بتاعي كده اهو. طيب النقطة الأخيرة بتاعت القياس كانت 43 هنا، نطلع بيها عمودي كده وأمسح الزيادات بتاعتنا دي. طيب بعد كده احنا رسمنا حرف ال ده، هنرسم الاسطوانة اللي فوق دي. بيقول ان الاسطوانة دي بتبعد من النقطة دي مسافة قدرها 20، المركز بتاعها بيبعد منها. هنعمل المسافة ال25 دي اقصد، بيبعد عن النقطة دي كده اهو مسافة 25، ونشد خط السنتر لاين زي ما حضراتكم هنشوف. يبقى من النقطة دي ليكن عند ال6 مسافة 25 كده، 1 2.5 يعني هنا اهو، ونعمل سنتر لاين عمودي كده. السنتر لاين ده هحتاجه في البلان برضو، خليكم فاكرينه. وبعدين هنعمل الاسطوانة بتاعتنا. الاسطوانة القطر بتاعها الخارجي كان كام؟ 22، يعني نص قطرها 11. يبقى الاسطوانة دي المفروض همشيها من اليمين وللشمال، اخد نص القطر ونص القطر، 11 و11 على ارتفاع كام؟ على ارتفاع 12. يبقى الارتفاع الاول نطلع الارتفاع ده، نطلع على الخط السنتر لاين، وليكن هنبدأ من ال18. ال18 هنا هنطلع من عندها مسافة 11 لفوق، مسافة 12 لفوق المسافة دي، يعني عند ال19 1 2 هنا اهو، دي المسافة ال12 عند النقطة دي. من عند النقطة دي نشد خط أفقي كده خفيف، وعلى الخط الأفقي ده نقيس نص القطر من هنا ومن هنا اللي هو كام؟ 11، لأن الفاي هنا ب22. نص ال22 11، ناخد من عند النقطة دي الارتفاع 11 من هنا و11 من الناحية التانية، وبعد كده أنزل سوليد لاين من النقاط اللي أنا عملتها. أمسح طبعا الجزء ده، الزيادة تتمسح مش عاوزينها، وأخلي ده سوليد لاين. في دايرة تانية، دايرة صغيرة نص قطرها 7 مللي، لأن قطرها هنا ب14، فاحنا هناخد 7 من اليمين و7 من الشمال كالمعتاد. من عند نقطة المنتصف هنا 7 كده، يعني عند النقطة دي، و7 الناحية التانية، ماشي سنتيمتر ممسوح اهو، نقف عند ال5. 7 كده يعني هنا، و7 الناحية دي يعني هنا. وبعدين ننزل بالكلام ده داش لاين. الداش لاين ده هيكون معانا لحد الاخر هنا اهو، يعني من النقطة دي كده ننزل داش لاين لحد اخر الشكل، وهنا داش لاين لحد اخر الشكل، هيكون بالشكل ده. طيب فاضل ايه معايا هنا؟ فاضل المثلث ده. المثلث ده يترسم من فين؟ بيقول لي ان البعد بين المثلث ده من المثلث للضلع ده كان ب12،
فاحنا هنقيس من النقطة دي للنقطة دي هتكون ب12، وبعد كده الارتفاع بتاعه اللي هو من النقطة دي لفوق هيكون ب42. القلم او اللون ده مغطي على الابعاد، هنا من النقطة دي وكده 12، ومن النقطة دي لفوق 42. نقيس الكلام ده، يبقى من هنا لغاية هنا 12، ونحط نقطة، يبقى ده بداية المثلث بتاعنا هيكون من النقطة دي. وعلى العمودي ده نقيس 42، يعني 4 سنتي و2 ملي، 1 2 3 4، 1 2 هنا اهو، ونوصل النقطتين دول ببعض، يكون احنا رسمنا وبكده، يعني يكون رسمنا المثلث بتاعنا. مفيش بس غير ان احنا نتجل الخطوط دي ونمسح الخط الزيادة ده، ونتجل الخط العمودي ده والخط الأفقي اللي هو ده، بس كده. طيب وبعد كده هنرسم الليفت هاند سايد فيو. احنا كنا واقفين الناحية دي وبصين على الشكل، دلوقتي هنقف في الليفت هاند ونبص هنشوف ايه. هنشوف المستطيل الصغير ده اللي من تحت ده، وهنشوف الجزء ده حرف اليو، وهنشوف المستطيل ده، وكمان هنشوف جزء من الدايرة دي كأنها مستطيل زي ما حضراتكم هنرسم دلوقتي. بس ناخد أقصى بعد للسايد فيو وهو كام؟ وهو 30. يبقى ناخد من هنا نعد ال30 بتاعتنا من عند 4 مثلا كده، 1 2 3، يعني عند الواحد ونحط نقطة، وبعد كده أطلع من النقطة دي عمودي لغاية لفوق. طيب لغاية فين؟ لغاية ما نقطع بالخط بتاعنا الارتفاع الأول اللي هو هنا، من النقطة دي للنقطة دي. طيب اللي فوق ده أنا عاوزه؟ لا مش عاوزه، مفيش بس غير إن أنا هرسم الدايرة عليه. طيب الدايرة دي لازمها برضو سنتر لاين. السنتر لاين بتاع الدايرة دي، الدايرة هنا في نص المسافة من هنا لهنا، لكن مش في نص المسافة من هنا لهنا، لا ده بتبعد من النقطة دي 25، وأصلا النقطة دي أو المسافة كلها كانت بكام؟ ب40 زائد ال8 يعني 48. فالمسافة بتاعة الدايرة من هنا لهنا هي من هنا لهنا، يعني هي منصفة للمسافة دي بتاعة السايد فيو. فاحنا هنقيس نص ال30 دي ونرسم السنتر لاين بتاعنا 1.5، يعني 3 سنتي. نص ال30 15. من النقطة دي نرسم سنتر لاين كده اهو. السنتر لاين ده هيمثل لي السنتر لاين بتاع الاسطوانة دي، والاسطوانة دي الارتفاع بتاعها قلنا 12. مش هنقيس ال12 تاني، لا بالعكس احنا هنجيب ايه البعد اللي احنا اخدناه في الاليفيشن، هنرسمه على طول كده. من الاليفيشن هنا هناخد خط افقي خفيف، وهناخد نص القطر بتاع الاسطوانة من الناحيتين، اللي هي 11 من هنا و11 من الناحية التانية. 11 من الناحية اليمين دي، و11 عند النقطة دي، و11 الناحية التانية عند النقطة دي. وبعد كده أعمل الإسقاط بتاعها، أو أنزل بخط عمودي من عند النقاط دي كده. زي ما قلنا هننزل برضو من الناحية التانية كده، وبكده نكون رسمنا الاسطوانة اللي فوق دي. مفيش غير اننا نرسم برضو الداش لاين بتاع الاسطوانة، الدايرة الداخلية دي اللي نص قطرها ب7.7 ملي، لان القطر بتاعها ب14. هنيجي برضو من المنتصف هنا اهو، من نص السنتر لاين ده هناخد 7 من هنا و7 من الناحية دي، تمام كده. وبعدين هناخد الداش لاين من النقطة دي لغاية تحت شوية، هنشوف هننتهي فين، ومن هنا لغاية ايه
تحت شوية. هنشوف برضو هينتهي معايا فين. المفروض ينتهي معايا عند الخط ده، والخط ده هيترسم برضو داش لاين علشان انت مش هتشوف النقطة دي كمثابة خط داخل لجوه. فالخط ده هيبان معاك في السايد فيو كأنه ايه، كأنه داش لاين. هنرسم الداش لاين ده من النقطة دي او النقطة دي، هي نفس الاسقاط. وبعد كده اوصل الداش لاين ده لغاية ما يخبط في الداش لاين اللي بعده ده. بعدين يا شباب هنرسم الشكل ده او المستطيل ده. هيبان معايا اللي هو هيكون من هنا او من النقطة دي. نشد خط على طول في السايد فيو من النقطة دي او دي، هما الاتنين على نفس الخط. نشد الخط كده يظهر معايا المستطيل بالشكل ده، ونمد خط السنتر لاين علشان نرسم المثلث اللي هيبان برضو مستطيل كده اهو. نشوف السمك بتاعه كام، وقبل ما اشوف السمك بتاعه هاخد المسافة دي اللي هي 42 دي، ناخدها من الارتفاع ده. وبعد كده اجي في السايد فيو اشد خط كده، واخد السمك بتاعه اللي هو اصلا كان 6 اهو، 6 ملي. السمك بتاع المثلث ده هاخد 3 من هنا و3 من هنا، 1 2 3 ملي، و1 2 3 ملي من الناحية التانية. وبعد كده هنزل بخط عمودي من الخط اللي فوق ده لحد ما اوصل للخط الافقي اللي لسه راسمينه ده. كده احنا رسمنا ايه، المثلث اللي باين معانا مثلث في الاليفيشن. اما في السايد فيو هيبان معاك كأنه مستطيل. ونعمل الخط ده سوليد لاين بحيث ان هو يبان كله سوليد لاين. طيب في خط تاني هنا اهو، الخط بتاع الكسرة دي اللي هو الخط اللي هو فين ده، اللي هو رسمناه هنا. اما الخط ده الكسرة اللي تحت رسمناها داش لاين، وده ليه علشان مش باينة معايا، هتبان من تحت فمش هتبان معايا طبعا، هرسمها داش لاين. والمفروض الداش لاين بتاع الدايرة ده يكمل لتحت كده لحد ما يخبط في الداش لاين اللي تحت اللي لسه متكلمين عنه يعني بالشكل ده. بعد كده نيجي نرسم البلان فيو. قبل ما نرسم البلان فيو لازم نرسم الخط ال45 اللي هننقل بيه الأبعاد بتاعتنا من السايد فيو. طيب البلان فيو هيكون الأبعاد بتاعته، هناخد أقصى بعد على الإليفيشن اللي هي النقطة دي وننزل بيها كده اهو. وبعد كده اخد اقصى بعد من على السايد فيو وانزل بيها كده، اقطع هنا. وبعد ما اقطع على الخط ال45 اخد افقي من عند نقطة التقاطع بالمنظر ده. وبعد كده نرسم اول حاجة اللي احنا هنشوف طبعا ايه. هنشوف اول حاجة البسطة اللي من فوق دي او المستوى اللي من فوق اللي هو المستطيل ده، وبعد كده فوقيه دايرة وجواها دايرة. وهنا هشوف مستطيل لايه، للمثلث، وهشوف مستطيل برضو هنا اهو. اما النقطة دي اللي هي داخلة لجوه برضو هشوفها داش لاين زي ما شفتها في السايد داش لاين، هشوفها في الاليفيشن في البلان فيو داش لاين برضو. فاحنا هنا اول مستطيل هنشوفه اللي هو المستطيل اللي فوق ده من النقطة دي اهي. هننزل بخط سوليد لاين كده. اما النقطة اللي تحت دي هتبان معايا داش لاين. تمام. وبعد كده انزل بالسنتر بتاع الدايرة علشان نرسم الدايرة بتاعتنا، واجيب السنتر التاني من الاليفيشن من السايد فيو اقصد، ونقطع هنا. وبعد كده اخد موازي او اخد خط افقي من نقطة التقاطع دي برضو اللي هو داش لاين. يعني الداش لاين ده يتقاطع مع الداش لاين التاني في النقطة دي.
النقطة دي هتمثل لي المركز بتاع الدايرة. زي ما احنا عارفين الدايرة دي نص قطرها 11 اللي هي 22 على الاتنين لأن دي فاي، والدايرة دي نص قطرها 7 اللي هي 14 على الاتنين. نرسم ال11 الأول الكبيرة وبعد كده السبعة. 11 هنا اهو كده. 11 هنيجي هنا اهو نقف في المركز ونرسم الدايرة بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين، وبعد كده ارسم ال11 السبعة ملي اقصد الصغيرة. هنا 7 ملي جواها برضو. طيب انا لو عملت المثلث بتاعنا كده اهو هلقى ان الخط ده او الخط اللي فوق ده مس الدايرة تحت هنا، وكذلك الناحية التانية الخط اللي فوق ده مس الدايرة هنا، والداش لاين اللي هنا هيمس الدايرة دي. يعني الداش لاين ده هيمس الدايرة دي الصغيرة، والداش لاين اللي فوق برضه هيمس الدايرة الصغيرة بتاعتنا. يبقى احنا كده رسمنا صح، مفيش غير ان احنا نرسم المثلث بتاعنا. فالمثلث هيجي من فين؟ من الاليفيشن، من النقطة دي نشد خط كده. الخط ده اوريدي مشدود لانه باين معايا عند النقطة دي كأنه خط كامل، والخط بتاع المثلث تحته بالظبط فمش هيبان. الخط التاني ده بتاع المثلث هيبان معانا في البلان خط صغير كده. المفروض هيجي من النقطة دي اشد خط صغير خالص كده اهو، وبعد كده اجيب الاسقاط بتاعه من الناحية التانية اللي هو السمك بتاعه طبعا من السايد فيو. ننزل باول خط من هنا نقطع بيه الخط 45، وبعدين ناخد النقطة التقاطع دي وبالمسطرة افقي. طبعا مش هبدأ من هنا ولا من هنا ولا من هنا، لا انا هبدأ من الخط ده. ليه؟ لان المثلث بادئ معايا من الخط ده اللي هو اسقاطه هنا اهو. امشي لحد ما اخبط في الخط اللي انا لسه رسمه للاسقاط ده، وبعدين اخد الخط التاني اسقاط برضو من الناحية دي. بعد كده اخد النقطة بتاعت التقاطع دي هنا اهو. تمام كده، ناخدها على الافقي لحد النقطة دي برضو من الخط ده يعني، ونرسم المثلث زي ما حضراتكم شايفين. السمك بتاعه 6 ملي، كله بقى 6 ملي. ونمسح الزيادة اللي معانا اللي زي الحاجة اللي زي كده، ونتجل الأبعاد دي. الخط ده يتجل، الخط ده يتجل برضو، وكده تكون رسمت الرسمة بتاعتك. وتمام كده، نشوفكم في سيكشن تاني أو في فيديو تاني.